السلام عليكم اخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىو تكونوا صحه جيده. فاليوم جيتكم فيديو جديد، جيت نشارك معكم هذوك الكتاكيت اللي كنخرجوا لنا الدجاج. حولناهم هنا في هذا المسكن هذا الجديد ديالهم باش يكبروا لنا النيت، ومطرفين على الدجاج الاخر اللي عندي حتى يكبر هذا يوجد شي شويه. فتزادوا عليه دجاجات اخرى. كما شفتوا دابا 4 دجاجات، يعني تزادت واحد الدجاجه حتى هي خرجت واقيلا شي 9. المهم الحصيله ديالنا ديال اليوم وصلنا لواحد 45 فلوس تقريبا. هادشي اللي كنت حسبت، يعني 45 فلوس. ومازال حاليا جايين في الطريق. كاينين شي دجاجات نيت حاط لهم داكشي. وحدين اخرين كنت حاط لهم الحبش، وحده صدق الحبش ديالها ما مخصبش، يعني ما خرجش. عقبت حيدتو ليها وانا نحط ليها البيض تمتم قبل ما تنوض على القراق وداكشي، ويلا حطيتو لها دابا شي يومين هادي. نشوف واش غادي تكمل تخرجو ولا لا تنوض عليه. يعني حتى الا ناضتو لشي حاجه غادي نقدر نلصقو لشي دجاجه اخرى قارقه. ديما كنخلي واحد الدجاجه باركه بحال عندي ريزيرف، يعني الا ما خرجتوش ليا هادي ولا ناضت ما كتعرفش تقرق ولا شي حاجه، كنوض كنهزو ونحطو ليها تكملو بكا، باش ما نقدرش نخسر واحد 20 بيضه ولا 17 بيضه ولا 16. يعني يشوف العدد اللي كدير فيه. يعني كنشوف دجاجه كبيره ومقدره وداكشي بحال هادو، راه كنحط لهم واحد 16 الفوق، يعني 16 17 18 حتى 20. يعني الا شفتهم دجاجات كبارات وعاقدين بالمزيان كنحط لهم حتى 20 بيضه. فهذا مشروع صراحه بالنسبه للاخوان اللي في الباديه وباغي يبدا عنده فكره على هادشي، او عنده الدجاج بلدي باغي يستغل الفرصه، وقريب ليه شي اخ كيبيع البيض المخصب ديال خليط السلالات ولا شي حاجه، فما فيها باس انك تمشي تشري من عنده البيض وداكشي وتبقى تحط الدجاجات ديالك وتطلع. واخا غيكون عندك الفرق ديال السن، غير هو حاول انك تجمع واحد 4 دجاجات ولا 5 ولا شي حاجه، يعني 4 3 حط ليهم ماشي باش يكون عندك الفلوس متقارب شي شويه في العمر، وحتى في الانتاج يكون عندك واحد الانتاج ديال دقه واحده. ماشي تقدر تخدم طلع لك 30 و30 اخرى عاد جايه، يعني غيكون عندك الفرق ديال البيض، ما يكونش عندك واحد الكونتيتي مجموعه، يعني تبيض لك 30 و30 حتى جايه تبقى غادا واحد التدريج. يعني حاول دير واحد الدراسه وتجيري الامور ديالك كما هي. يعني 4 دجاجات ولا شي حاجه راه غادي تبارك الله يعطيوك، يعني كما كتشوفوا دابا 40 فلوس داكشي طلع توجد. واخا انا عندي الخليط نقدر غادي نوجدها ونبيعها، الا بان ليا شي شاري ولا شي حاجه نقدر نبيعها 40 فلوس ولا 45 فلوس، يعني نقدر نبيع. يعني مازال عندي الدجاج كاين البلدي وداكشي، عندي شي 40 دجاجه بلديه كنحاول اني نقرق لهم. دابا راه حاط شي واحد ديال الحبش وحاط شي واحد ديال الدجاج. هذيك وحده من الحبش بعدا خسر ليها، بقات وحده كنتمنى تخرج هي الحبش ديالها. الحبش صراحه زوين كيعجبني هنا بالماكله، يعني ما كنبيعوه ما حتى حاجه، كنربيوه غير الماكله صافي كيوجد كتذبح. هذا هو باش زوين الحبش ديالو، يعني في الماكله ديالو واعر الحبش. الاخوان اللي مجربين راه عارفين داكشي بلا ما نعاود نحتاج نقول للاخوان. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع خوتنا. ما تنساش دير واحد الابوني وتشجعنا باش نزيدو نستمروا، تحط لنا شي لايك وتعليق ديالك باش نزيدو نستمروا ان شاء الله.